ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده السوق بتاعنا هوريكم بقى احنا جبنا ايه. الاسعار صراحه كانت جميله النهارده، الاسعار كانت تحفه ما شاء الله اللهم بارك. انا جايبه الخيار ده عشان هخلله يبقى تحفه قوي مع بحب الخيار المخلل. تمام. وسيله طبعا هتفتتح الموز معانا اهو. طب فين؟ ها يلا. الف هنا. الخيار ب20 والليمون برضو ب20. انا جايبه بقى على قد انا جايبه كيلو خيار، وده نص ليمون ونص جزر عشان اللانش بوكس والسلطه وكده. معايا برضو فلفل اهو ب20، وده جايباه عشان المش بحب افرمه مع شويه لبن كده او شويه لبن رايب واحطهم في قلب المش. تمام. والموز كيلو ونص ب50. طبعا جايبين خضره بقى شبت وجرجير. كنت عايزه اجيب خس بس جبته قبل كده ولقيته مدور، فسالت قال لي كل اللي في السوق كده، فما رضيتش ان انا محبتش ان انا اجيب. جايبه 4 كيلو طماطم زي ما انتم شايفين كده، دي جامده للسلطه. الاتنين ب25. وجايبه اللي هي 4 كيلو كمان كده، ال2 كيلو ب15. ال2 كيلو ب15. تمام. هي دوبك بس ايه يعني من حطة القفص على بعضها كده بتبقى ايه مفتحة كده وحمرة ومستوية شوية. وجبت برتقال وكلامنتينا اهو، جبت كيلو ونص وكيلو برتقال لان انا عندي. وجبت كمان مكرونة سباكيتي، وجبت لفة الجلاش دي بعملها برضو معاكم بكذا طريقة. جبت نص كيلو كنافة، دي النص ب20 ودي برضو ب20. وجبت شعرية، جبت طلبات الاسبوع بقى. شعرية جبت كيلو شعرية وكيلو مكرونة كده حبايب قلبي. وجبت سمك بس حطيته في التلاجة، هنشوه مع بعض دلوقتي وهنشوف كده حبايب قلبي. تكون دي تسويقنا، يا رب يكون الاسعار عجبتكم. هنشوف هنعمل ايه تاني. انا هفضي كل حاجه في مكانها. اللهم بارك. بطاطا جميله وحمرا، بدات تكون كويسه وحمرها برضو حلو، وسعرها برضو بدا ينزل يعني من 25 ل30 كيلو دلوقتي 225. الخيار ده كان عندي من السوق اللي فات. هنشوف بقى كده ايه حاطط بقى البصل مش كويسة فيها وبالثاني بخنجر. بحط بقى الحاجة الجديدة وبحط الحاجة اللي من قبل كده على مش عشان استخدمها الآن. في بقى حاجات لقيتها بقى ايه عشان تنفع طبعا فسكت. الطماطم المستوية هغسلها كده ايه عشان يصبح معاها. بعتذر على صوتي طبعا لان انا تعبانة والعيال تعبانين بس مرضيش في المريض، بس بحاول بقدر الامكان ايه منزلكوش الفيديو
انا يرفض هتحملوا لي بقى. انا برضو هحط العنب كتير، انا بحب انقع الحاجة الاول بعدين اغسل، يعني انا مش بغسل على طول. بحب افضفض العنب زي ما انتوا عارفين، هفضفضه كله الاول كده وبعدين هرجع اغسله غسل حلو. بقى بدعكه كده على ايدي ودعكه حلوة وارجع اصفر ننفذه بقى. شوفوا انا بعمل ايه. في الوقت ده كانت الساعة بقت 11 الصبح. بعد السوق وبعد اللي انتوا شفتوه ده كله هغسل الرز بتاعه وانقعه شوية زي ما انتوا شايفين كده. بحب افضل فاتحة المية وانا بغسله شوية حلوين يعني، هحطله الملح بتاعه واسيبه يتنقع شوية، مش هولع عليه ايه رايكم كده حبايب قلبي؟ تعالوا اتفضلوا معانا بقى. طبعا بقى كان التليفون فصل. ان شاء الله احنا بقى ايه نفسنا في سمك صغير زيت شوية السمك وجهزت الغدا زي ما انتوا شايفين كده. حبيت سلطه تعالوا بقى اتفضلوا خضره معانا. وبصل كمان. ايه رايكم بقى؟ سيدي يا سيدي، ايه رأيكم بقى في جمال السمك؟ احنا خلاص كنا اتغدينا ودخلت اغسل بيها ايه كل الاطباق زي ما انتوا شايفين كده. انا كنا بعد الغدا حبيب قلبي، بس للاسف بقى التليفون كان فصل ما قدرتش اكمل معاكم ايه وانا بشوي وانا بعمل الرز والحاجات دي كلها. صراحه برضه كنت يشحن قلت انا عايزه انجز لان انا يوم التلات ده بيبقى عندي هد، يعني بيبقى شغل كتير وانا كنت تعبانه والله وبقاوح برضه، بس الحمد لله على كل حال. انا بسجل الفيديو على كذا مره مش مره واحده لان حرفيا مش قادره. ادعولي ربنا يشفينا انا وولادي، يعني انا مش عارفه والله اقول ايه ولا ايه اللي بيحصل لنا، مش عارفه، بس اللي اقدر اقوله ان اقول الحمد لله على كل حال، ان شاء الله خير وفتره وتعدي الحمد لله. ربنا معانا ومش هيسيبنا وربنا عالم بينا، ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. يعني انا عندي اتعب بس عيالي لا بجد والله، يعني يا ريت اليوم يجي فيه. يلا بس ما باليد يا حبيبي، ربنا عايز فيه. الحمد لله على كل حاجه. هنا بقى مكان تنظيف الخضره، كان في حاجات داخله الحوض كده كنت بشيلها اول باول، وصلت معاكم كل حاجه زي ما انتم شايفين. صلي بينا على النبي حبيب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الفيديو كان طويل بدأ حبيت ان انا اقصر معاكم بس ايه التفاصيل كده كده. بس خلاص دي كانت صينية الغدا، كنت حاطاها على البوتاجاز لما اغسل في الحوض الاول، عشان انتوا عارفين مفيش غير الرخامة والبوتاجاز هما اللي بستعملهم. ما بحبش اكركب الدنيا حواليا يعني لحد ما بحب ايه اروق الدنيا. ربنا يتوب عليا، انا فقدت الشغف من كل حاجه والله. انا بحبش اديكوا طاقه سلبيه، بحب دايما اديكوا طاقه ايجابيه. بس الحمد لله على كل حال كده انتوا هتفهموني يعني. بكون خلصت غسيل الاطباق كلها. ندخل بقى على ازاز الميه فيها غسل السرعة، دي ميه طبيعيه مش ميه خزان ولا ميه حاجه حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اعذروني لو في حاجات في فيديو كتير
مش مسجلة فيها لاني تعبانة والله مش قادرة. انا نفسي بجد ارجع زي زمان بجد والله. تقولي زمان ارجع يا زمان. حد بقى للحوض غسلة كده. انا كنت غسلت الخضرة وصفيتها والدنيا بقت فيه ولا بتهيألي لسه هنا كنا لسه هنعمل بقى الخيار المخلل. الخضرة اتغسلت وحطها تحتيها طبق عشان تتصفى. او انا بغسل البصل يا جماعة، بغسل كل الخضرة. الفلفل ده هنا انا حاطه في الشفشق شوية لبن عليهم شوية ملح. هقطع كل الفلفل الاحمر ده وافرمه في الخلاط عشان هحطه في المشي يحمر لون المشي كده وايه يخليه حلو. انا من بقالي فترة راكنه المشي ده مش بعمل فيه اي حاجة، بس وجب الامر بقى. الحمد لله. انا بقى هبدأ اشيل بوز الطماطم دي كده واغسلها كويس. انا هغسلها كده وارجع احط هنا. انا خلصتها شطفتها كمان مرة التانية والتالتة. اجيب حلة بقى كده مفيهاش اي حاجة وهنقل الطماطم فيها. احط عليها بس قيمة ايه كوباية وكده ولا كوباية ونص من المية، مش كتير لان هي كده كده بتنزل مية. وهرفعها على النار تتسبك وتبقى الدنيا فله كده. هنا كل حاجة لأكل الطيور وكل حاجة. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسوش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. هنا وصل الضغط من الفلفل هنقص بقى في النص كده شوية ده عشان ناكل منكم. وفضيت كده ايه شايفين لونه بقى جميل. هسيبه بقى يومين كده على الرخامة. كمان قطعت كده كام قرن شطة اهو وحطيته في قلب. امسح بقى الطرف دي كده عشان ايه واغسل الغطا عادي. ساعات ببقى انقل المش ده في طبق تاني واغسل العلبة وانشفها كويس وارجع المش فيه. بس ايه يعني القطع لحد ما كويسة مش مستحيل. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة واعذروني على صوتي. انتوا اخواتي اكيد هتتحملوني في اي حاجة معلش. كده بقى عملت هنعمل خيار بشيل. بحب اشيل البوز بتاعه واخلله بحاله. هو خيار بلدي وصغير. شلت الكام واحدة الكبار اللي فيها بس يعني للسلطة وكده مع اللي ايه في التلاجة. انا كنت نقعاه برضو في مية قبل ما ابتدي. وهنا دي مية حطيت عليها شطة وكم فص توم كده زي ما انتوا شايفين ومعلقة من السكر. ارص بقى الخيار كله في البرطمان. هو البرطمان ده بياخد الكيلو يعني. لو انا كنت حطيت اللي انا شلتهم دول كان هياخدهم، بس انا قلت لا اسيبهم يعني. اقلبهم كويس وهنزل عليهم بقى ايه في البرطمان كده. كان في شوية ملح قلت انزلهم ايه في البرطمان. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايب قلبي وعلى خير ان شاء الله فيديو جديد وان شاء الله اكون خفيت احسن من كده. انا بحبكم في الله وانتوا اخواتي. اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.